في الفيديو ده انا هتكلم فيه عن حاجة كلنا كبشر بنتعرض لها، سواء في وقت المراهقة او لما نكبر، وهي الخذلان من الناس. وازاي احنا الصدمة اللي بنتعرض لها من ناس قريبين لينا سابونا، او اي حاجة في الحياة، حتى لو كانت شيء انت كنت حاطط فيها امل وخذلتك، بدأت تسيب فيك علامة ان انت مش عارف تنسى الحاجة دي. فالكلام النهاردة هيبقى عبارة عن ازاي اقدر انسى، ازاي ادي سماحية لنفسي للموف اون. الموضوع ده علشان هو مرتبط بحاجة مش مادية، فكان صعب علينا احنا كبشر نلاقي حل جذري ليها، ولكن انا اكتشفت الحل بالصدفة في القرآن. الحل كان بسيط قوي. حقيقة الكلام ان انا كنت قريت من سنتين كتاب اسمه السماح بالرحيل، وحاجات كتير كده على الانترنت برضو عبارة عن مقالات عن النسيان وازاي الواحد يتخطى والموف اون، وفيديوهات قد كده. وبجد الموضوع كان يعني اصلا هو كان مسبب لي ازمة، يعني ازمة في حاجات كتير قوي في دماغي يعني. بس هو كداخليا هو مش عارف يهدى، مش عارف يحط كده بوينت على الحاجة اللي هو مش عارف ينساها، اللي هو انا هديكي فرصة ان انتي تخرجي من دماغي. الحل كان في القرآن عن طريق ان احنا نسامح الناس اللي بهدلونا، اللي اذونا، اللي عملوا فينا اللي ما يتعملش ايا كان يعني، او تسامح نفسك. فلو فتحنا سورة آل عمران آية 134 هنلاقي الكلام ده: الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنمسك في القاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عشان بس نفهم الآية دي بتتكلم عن ايه. كان قبليها ربنا بيدي صفات المتقين، كان بيتكلم ده للمؤمنين ان هم ازاي يكسبوا بالجنة وازاي يكسبوا الآخرة وازاي يبقوا من المتقين. فكانت صفات المتقين بعد الآية كانت هي الآية دي: ناس بينفقوا في السراء والضراء. بس احنا مش هنتكلم عنهم دلوقتي، احنا جايين نتكلم عن القاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حاجة عصبتك تغزم غيظك عنها، ماشي، ثم تعفو عن المسبب اللي هو اذا كان شخص بقى او طفل او ايا كان، وتحسن ليه. دي مفاجأة بقى كمان، اللي هو يعني الشخصية دي اللي اذتك تغزم غيظك عنها، تقلل حتة اللي هو انا عايز اخد حقي، انا مش قادرة، عايز اخد حقي، انا هموت واديهم كلمتين. بس انت ما بتعملش كل ده، وبتقزم غيظك وبتمسك نفسك، وفي نفس الوقت بتقرر تعفو عنهم. فلو عافيت عنهم في ساعتها انت هتكون مروح خلاص مش عايز منهم حاجة، مش عايز افكر فيهم لاني انا خلاص سمحتهم مهما كان بقى. ومش بنتكلم بقى على مواقف دلوقتي، بنتكلم مثلا لو هنتكلم كمان على مواقف كبيرة في حياتنا، ناس اذتنا، عملونا بطريقة وحشة لمدة حلوة من الزمن، مع ان احنا كنا بنعاملهم بطريقة حلوة، او كذبوا علينا، فاحنا نقرر نعفو عنهم. فاحنا كده كسبانين والله، كسبنا حاجات كتير قوي. اولهم ان احنا كسبنا ان احنا ما نبطل نفكر في الموضوع، ما نستناش منهم حاجة، نعمل موف اون. كل دي فوائد للعفو بجد. اول ما تعفو عن انسان وتسامحه خلاص انا مش عايز منك حاجة، روح ربنا يسهل لك بجد، سامحوا. المشكلة ان احنا ما بنبقاش قادرين نسامح، مع اني والله يعني دي صفات الناس اللي هم المتقين، اللي هم ناس عالية جدا 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 عند ربنا، دول بيعفوا، لان العفو اصلا صفة جليلة جدا وعظيمة جدا من عند ربنا. صفة بجد يعني اللي بيتميز بيها بيبقى انسان
قوي جدا، بيعرف يتحكم في نفسه، بيعرف يدي اوامر لنفسه ويمشي عليها، لاني انت صعب عليك وعلى نفسك قوي ان انت حد يهينك وانت تسامحه وتحسن ليه، لاني والله يحب المحسنين. فهي صعبة على النفس البشرية قوي ان هو يتقبل الاهانة والاذية ويغزم غيظه، وفي نفس الوقت يسامح الناس ويحسن ليهم بعد كده. تحتاج تربي نفسك تربية جديدة جدا، ان انت تربي ذاتك على الثبات والتحكم في نفسك، علشان اول ما مواقف بعد كده تحصل في حياتك تقدر تسامح في ساعتها والموقف ما يأثرش فيك سنين. طب الحاجات دلوقتي اللي مأثرة فيك سنين، قرر تسامح قدام ربنا كده، وقف قول يا رب هسامحهم لوجهك بس. اعمل التدريب ده على طول، كل ما تحس بنغصة كده اللي هو عايزة انتقم، انا بكرههم قوي عشان عملوا فيا كده، انا حاسس ان انا عايز اخد حقي، لا انا المفروض ما كنتش سكت. لا، افتكر ان والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خلاص يا رب انا عفوت عنهم لوجهك، عفوت عنهم عشان انا انسى برضو، عفوت عنهم عشان مش عايز منهم حاجة، نسيني يا رب، اهديهم يا رب وادعي لهم كمان ادعوا لهم ربنا يهديهم، بجد ادعي لهم ربنا يهديهم. كمان الدعاء ده ولد فيا حتة اللي هو فعلا انا قادرة اسامح بقوة. والله يا جماعة يعني الموضوع حصل مع اقرب صديقة ليا، صديقة عمري، بجد قعدت سنة كاملة مش قادرة اسامح نفسي ولا اسامحها، ولا مش فاهمة ايه اللي حصل لنا اصلا، بس قررت ان انا اسامح والله. ولما سامحت وقعدت ادعي لها بعد فترة حسيت اللي هو قليت مشاعر من ناحيتها، بدأت فعلا احس بخروجها من تفكيري. يعني الموضوع بيتحس، الموضوع طلع بيتحس ان انتوا كده بجد بيتعامل كده اول ما بتسامحوا. سامحوا سامحوا سامحوا، هتلاقوا قلبكم من جوه مبقاش شايل من حد، مبقاش مستني الانسان ده طب يعتذر، طب يعمل، طب اشوف في اللي عدل ربنا، طب استنى انتقام ربنا، كل ده ما بتبقوش حتى مستنينه، خلاص انتهى، ما كانش موجود في الحياة اصلا. وده اللي بتحسوه بعد ما بتسامحوا فعلا من جواكوا. باختصار، حتى لو مين اذاك اذية كبيرة قوي، انت لازم تسامحه، عمرك ما هتنسى الا لما تسامح الشخص. اللي هو لا ما اقدرش اعتذر، لا ما اقدرش، مش انا اللي غلطان، لا هو اللي يجي يعتذر، لا مش عارفه ايه. فربنا عارف ان احنا الحته دي فينا، فانت عشان توصل لمرحله رقي في حياتك، وان انت تنسى، وان انت تبقى دماغك مش مشغوله بالناس، وان انت ما تستناش حاجه من حد، وان انت تبقى كافي خيرك شرك، قاعد ما بتفكرش غير في نفسك، ومفيش حاجه تانية مأثرة على نفسيتك خارجيا. وخصوصا لما تكون الناس اللي اذتك دي هي عايشه حياتها وانت اللي لسه عايش في البؤره، انت لسه عايش في الصدمه ولسه عايش في القوقعه بتاعتك، مش عايز تخرج تاني، مش عايز تعرف على ناس تاني، مش عايز تصاحب تاني، حاجات كتير مش عايز تعملها في حياتك بسبب الصدمه، او خايف ان انت يحصل لك كده تاني وهم عايشين حياتهم. طب الحل هنا ايه؟ ان انت تسامحهم من جوه. سامحتهم يا رب، انا سامحت الناس دي، انا مش عايز منهم اي حاجه، انا بس عايزهم يبقوا مبسوطين في حياتهم، وما يبقوش في حياتي خلاص. وانا متقبل كده، متقبل ان الناس دي اذوني، خليكوا عارفين او متاكدين ان الناس دي اذوني، بس انا مسامحهم. خلي الكونسبت ده، لاني لو ما قعدتوش كل شويه تفكروا نفسكم بالحاجه دي ان هم اذوني بس انا سامحتهم، بعد فتره هتلاقوا ان هو طب انا اللي كنت غلطان، طب ما يمكن مش عارفه، طب ودماغك بقى تقعد تفكرك بقى بالحاجات اللي ايه اللي هم الحلوه اللي عملوها، طب ما يمكن انا كده اللي كنت غلطان وانا اللي غلطت في حقه، والدماغ بتقعد تسوف في كده. ففكر هم اذوني الحمد لله، وانا عفيت عنهم الحمد لله ومش عايز منهم حاجه، وعلشان اكمل باقي معنى الايه عند ربنا واكون من المتقين فعلا، احسن ليهم. يعني حتى لو كلموك وحش اتكلم انت حلو، خليك لاخر لحظه انت الطيب والمحترم واللي ما غلطش واللي ما قلش من نفسه ابدا. لاني سبحان الله موضوع قزم الغيظ ده كمان بيخلينا في نقطه ان انت لو خدت حقك وانت متعصب
هتغلط، ده حاجة اساسية. ممكن تقول كلمة كده كلمة كده مش عارفة ايه، هتتاخد عليك. قالت عملت، ودي بنشوفها في حياتنا. فعشان كده ربنا عارف ايه اللي هيحصل لنا، ربنا خلقنا وعارف احنا هنعمل ايه اصلا. فقال لنا اجزموا الغيظ واعفوا عن اللي اذوكوا واهدوا كده، اهدوا علشان ترتقوا. ساعات احنا بنشوف ناس كتير اللي هو انتوا جايبين الهدوء الداخلي ده منين؟ هي الفكرة بس ان هما كل حاجة بتحصل الحمد لله، وهسامح الحاجة دي، هسامح الناس دي، هسامح نفسي. طيب انا دلوقتي عملت غلطات كتير قوي في حياتي، مش عارف اتقدم في خطوة. طب ليه؟ علشان انا حاسس ان انا قصرت في حق نفسي، هنت نفسي، عملت حاجات كتير غلط. ازاي اقدر انسى واخرج من القوقعة دي؟ برضو عن طريق ان انت تسامح نفسك. سامح نفسك، انا غلطت الحمد لله، سامح نفسك وادعي ربنا يسامحك. لاني هي الفكرة كلها في العفو. احنا يوم لما نعفو عن الناس دي او عن الشخصية دي اللي اذتنا، انا بقول جوايا انا مش عايزة منك حاجة، ولا مشاعر حب ولا مشاعر كره ناحية الناس دي ولا مشاعر انتقام ولا الكلام ده. خلاص انتهى. وانت اللي هتبقى خرجت من دايرة الاسئلة والاكتئاب والصدمة، وانت اللي هتبقى عملت موف اون في حياتك. سامح اي حاجة لحد دلوقتي تعبك نفسيا. ربنا عايزك دايما تكون صورتك حلوة كإنسان مسلم مؤمن، فقالك ازاي تتعامل مع الحاجات اللي زي كده. بس دمتم بخير ان شاء الله، ويا رب يكون الفيديو ده فعلا يأثر فيكو وتقدروا ان انتوا تاخدوا خطوة العفو. وخصوصا ان احنا دلوقتي داخلين على رمضان، فربي نفسك في رمضان ان انت تعفو عن كل اللي انت متضايق منهم. بجد اعفو عنهم، ان شاء الله مواقف صغيرة جدا. اعفو وانت الكسبان والله. مع السلامة.